السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ صينية سمك قراميط في الفرن. طبعا مش كل الناس بتحب السمك ده، بس الاكل ده اذواق. صينية سمك في الفرن، بجد فظيعة خطيرة. اكيد في ناس كتير ما بتحبهاش، بس لازم نكون نعرف نعمل كل حاجة عشان لو حد في البيت بيحبها نعملها له. شايفين الصينية خطيرة قد ايه وشكلها روعة في منتهى الجمال. تعالوا كده بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف صينية السمك الخطيرة دي عملناها ازاي. يلا بينا. السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين يا رب تكونوا بألف خير وسعادة وراحة بال. اللهم امين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله كما وكيف. اهلا بكم حبايبي في قناة الاكل احلى مع ولاء. النهارده هنعمل مع بعض صينية سمك قراميط في الفرن، لكن بجد خطيرة فظيعة، هتاكلوا صوابعكم وراها. حاجة كده زي العسل. طبعا معايا القراميط مغسولة كويس جدا جدا، وكالعادة زي ما انتوا عارفين بملح ودقيق وليمون ونقعهم لمدة ساعة. شايفين نضيفة وزي الفل، ولا بتمزلق ولا اي حاجة خالص. شايفين اهي. وعندي هنا التتبيلة بقى عبارة عن ايه؟ راس توم كده حلوة كبيرة، مع قرنين من الفلفل الرومي وقرن حامي احمر، ودقهم كلهم مع بعض كده مع ايه؟ مع ملح وفلفل اسمر وكمون وكزبرة ناشفة. تمام. ادي كده التتبيله بتاعتنا. انا بحب يا جماعه قبل ما بحمر، في ناس بتحمر القراميط كده من غير اي تتبيله ومن غير اي حاجه، لا انا بحب الاول اعمل لها التتبيله دي وادعكها كده بيها. تمام. هبتدي ان انا ايه اتبل بقى السمك بتاعي دوت، وبحب اسيبه كده مده ساعه كمان يتبل كده. بصراحه بتاكلي اطعم والذ صينيه سمك في الفرن. هبتدي بقى اتبله حلو كده. بسم الله. تبلته كويس زي ما انتوا شايفين معايا وبقى بالجمال ده. بسم الله. تمام. هسيبه بقى ايه قد ساعة كده في التتبيلة بتاعته دي، وهبتدي اعمل معاكم بقى الصلصة بتاعته. نيجي بقى على البوتاجاز. هنا بقى خرجت بصلة حلوة كبيرة كده مع معلقتين حلوين من الزيت. تمام. وهبتدي ان انا ايه اقلب البصلة بتاعتنا كويس. مجرد انها تدبل هقول لكم هنعمل ايه. خلاص البصلة دبلت معايا زي ما انتوا شايفين. هبتدي انزل بقى بمعلقة كبيرة كده من الثوم المهروس اهو، واديه تقليبة حلوة كده. مش عايزة اقول لكم ريحة الثوم هايلة، ريحتها خطيرة. تمام. اول ما بشم ريحة الثوم بروح نازلة بالطماطم، نص شفشق من الطماطم اهو. هبتدي بقى انزل بالملح، ونخلي بالنا عشان السمك متبل. تمام. حبة ملح صغيرين كده، حبة شطة صغيرين حسب الرغبة طبعا، حبة فلفل اسمر، حبة حبهان مطحون. تمام. يعني ربع المعلقة من الحبهان المطحون. عايزة اقول لكم بيدي سمك يعني مش قادرة اقول لكم، بيبقى خطير طعم رهيب. وحبة كمون وحبة كزبرة ناشفة كده. تمام. وهسيب بقى الطماطم بتاعتنا ايه تسبك كده مع بعضها. هنا خلاص الصلصة بتاعتنا زي ما انتوا شايفين اتسبكت وبقت جميلة جدا. تمام. تعالوا بقى ندلع الصلصة بتاعتنا ديت. تمام. بالالوان الجميلة. عندي هنا عودين من الكزبرة الخضراء، وعندي بقى ايه قرن من الفلفل الاحمر والاصفر والاخضر. تمام. الالوان بصراحة بتدي للحاجة شكل وطعم خطير اهو. كده اصبح الصينية او الصلصة بتاعتنا جاهزة خلاص. تمام كده بالشكل ده. هبتدي بقى ان انا ايه اقلي السمك بتاعنا دي كده. خلاص هشيلها بقى من على النار. هنا بقى ابتديت ابدر السمك بتاعنا بالدقيق اهو بالشكل ده، عشان ايه نبتدي نقليه.
ببدره كويس طبعا وبنفضه حلو اهو زي ما انتم شايفين معايا بالشكل ده. تمام. زيت بقى يكون سخن وببتدي اقلي السمك بتاعنا فيه. هنا بقى حطيت الصلصه في قلب الصينيه اللي هدخلها الفرن. عايزه اقول لكم والله العظيم وانا بقلب الطماطم من قلب الصينيه الريحه خطيره خطيره بجد يعني، فعلا ريحتها زي العسل. هبتدي بقى ارص السمك اللي احنا قلناه كده مع بعض بسم الله بالشكل ده اهو. وطبعا هدخلها بقى الفرن تحت الشواية على طول على درجة حرارة عالية، يا دوب بس ايه تحمر كده وتاخد لون جميل لون حلو كده، واروح مطلعه. هنا خلاص تمام. حطيت رصيت السمك وحطيت كمان كوباية كده من المية تمام عشان الصلصة كانت ناشفة خالص. تمام. عايزة اقول لكم الصينية بصراحة تاخد العقل حاجة كده خطيرة بجد. هدخلها بقى الفرن وبعدين نشوف الجمال ده بعد ما يطلع كده من الفرن عامل ايه. شايفين الجمال. ودي كده صينية السمك بقى بعد ما خرجت من الفرن بسم الله ما شاء الله بقى مع حبة رز ابيض كده والصوص الخطير ده وبألف هنا وشفا للي ياكل. لو عجبك الفيديو ما تنسينيش طبعا في اللايك والشير وسبسكرايب للقناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.